بالقصر الملكي بالرباط استعرض صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية الرسمية. وقد وجد سموه في استقباله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فالتعاون الثنائي بين المغرب والكويت مثالي ويعتبر نموذجا يحتذى لا سيما على المستوى الاقتصادي. ويقدم التمر والحليب لأمير دولة الكويت جريا على العادة المغربية الأصيلة ترحيبا بضيف جلالة الملك نصره الله. وقد تقدم للسلام على صاحب الجلالة حفظه الله أعضاء الوفد المرافق لأمير دولة الكويت، والذي يضم الشيخ مبارك العبد الله الأحمد الصباح، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ صباح ناصر الأحمد الصباح، الشيخ فهد سعد العبد الله الصباح مستشار سمو الأمير، السيد شملان عبد العزيز الرومي سفير دولة الكويت بالرباط. ويعبر هذا اللقاء كما جاء في بلاغ للديوان الملكي عن عمق الروابط القائمة بين القائدين ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين سواء على المستوى الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي وبين الشعبين المغربي والكويتي من أواصر الأخوة والتضامن. وقد تم التطرق خلال المباحثات إلى أهمية التشاور المستمر في شتى القضايا ذات الاهتمام المشترك منها العربية والجهوية والدولية، كما أكد الطرفان عن الإرادة المتينة لمواصلة العمل الدؤوب لما فيه خير الشعبين الشقيقين. ويأتي هذا الاستقبال عقب الزيارة الميمونة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى دولة الكويت الشقيقة، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية المتميزة خصوصا في الميدان الاقتصادي وفي الاستثمارات. وفي أعقاب ذلك ودع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.